البرودكتس اللي بنستخدمها في التنظيف، ايفن من البادي كير، يعني شامبوز وكريمز وكل الحاجات دي بتؤدي للتلوث، لان جلدنا بيوصل من جوه لبره. خليني اقول لكم حاجه كمان عن الجلد. الانشن ايجيبشن كانوا بيستخدموا كل الادويه بتاعتهم من على الجلد او الانما، فهو الجلد يعني موصل جيد جدا، سواء الحاجه البوزيتيف او الحاجه النيجاتيف. لما بنتعرض لتلوث كتيره واحنا متفقين جسمنا باي كمبيوتر لوحده، فبيعمل ايه؟ بيعمل بوكيتس يخبي فيه التوكسينز. البوكيتس دي بتبقى فين عاده؟ بتبقى جوه الوايت فات سيلز، الخلايا الدهنيه البيضاء. فكل ما بنتعرض لتوكسينز كتيرة بيبقى عايز يعمل بوكيتس كتيرة، فبيخلينا الجسم لوحده باي كمبيوتر زي ما قلنا، فبنتخن عشان يقدر يخزن كمية السموم اللي احنا بنتعرض ليها. ده بقى يخليني اجي اقول لكم على حاجه مهمه جدا 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 جدا. عمركم ما تعملوا ديتوكسينج بروجرام، عمركم ما تبتدوا اي دايت. اتس فيري dangerous زي ما انا كتبت بلوج عنه، unless تسبورت الليفر بتاعكم لعمليه الديتوكسينج اللي هو هيتعرض ليها. مره واحده الليفر يكون منهك تعبان قوي، يلاقي نفسه قدام كميه توكسينز بشعه، شويه يقدر يتعامل معهم، ولا مش هيقدر يتعامل هيبخوا في الدم، ودي نمبر 1 لمشاكل احنا يعني ربنا يبعدنا عنها. فانا قبل ما ببتدي اي كلام مع اي حد لازم بسبورت الليفر اللي بتعلي اوميجا 6. اوميجا 6 مهمه، ولكن زياده عن اللزوم بتعمل انفلاميشن، بتخلي الجسم ياكل في بعضه. ايه الحاجات اللي بتزود اوميجا 6 وايه الحاجات اللي بتقللها؟ وان ذا اذر سايد ازاي ناخد اوميجا 3 واوميجا 6 من النيتشر، يعني very against ancient Egyptian nutrition والميديسن. زي ما هم كانوا بيتعاملوا مع الطبيعة، احنا بنستخدم الناتشورال ميديسن. دي حاجة تانية. في حاجة تالتة كمان، food intolerance. يعني ساعات انت بيكون عندك intolerance، زي انتوا اكيد سمعتوا حاجات كتيرة قوي عن فري جلوتين مش عارفة ايه، حاجات ما فيهاش جلوتين. في ناس عندها intolerance للجلوتين، وحاجات تانية كمان، انواع تانية من الاكل، وناس لا. فاحنا لازم نعرف البايو individuality بتاع كل حد. عشان كده احنا بنعمل سيشنز مطولة، يعني بنقعد مع كل حد مينيمم ساعة اكتر من مرة عشان نفهم طبيعته ايه، واكوردنجلي بنكستمايز بايو individuality بروجرام. بنصنع كده بايو يعني بروجرام طبقا للطبيعة الذاتية بتاعت كل حد. كل حد مختلف.